مساء الخير. أنا بكلمك أنت تحديدا، وأنت عارف نفسك. أول كل تحية وتقدير لحضرتك، بس أنا عندي عتاب بسيط عليك، أو عتاب كبير. أنت ليه بتعمل في نفسك كده؟ أنت ليه بتخلي المستقبل اللي جاي بتاعك كله يبقى إهانات وتعب وذل ومرض وكسرة نفس وحاجات كتير قوي؟ أنت دلوقتي قوي جدا وشايف حالك ومستقوي على منك ومستقوي على أقرب حد بيحتويك وبيحتضنك وبيشوف طلباتك وبيسهر عليك. الست اللي في بيتك، مش هقولك يا سيدي الست مكسورة الجناح، مش هنكر ان في ستات فعلا يعني بشعة ومفترية ومستفزة، انا مش هنكر ده، بس خلينا في الست اللي في بيتك دلوقتي. هي ايه اللي جابرها انها تعيش معاك؟ ايه اللي جابرها انها تخدمك وتسعدك وتبسطك وتأكلك وتشربك وتنزل تشتغل كمان وتشوف شغل بيتها، وبنفس الوقت تكون بتتهان وبتتضرب وبتتاخد غصب عنها، وحتى ما بقت تكره وجودها بين ايديك حتى في العلاقة الخاصة اللي بينك وبينها؟ ايه اللي جابرها على ده كله؟ هتقولي اصل هي عشان هي مضطرة تعيش، او هي طب ما هي بتشتغل، ما تقدر تصرف على حالها، مالوي دراعها عشان ولادها، هيجي يوم وهتقسى. وحتى لو مش كده، احساسك ايه وانت عايش مع واحدة بتهينها وبتضربها وانت عارف انها مضطرة تعيش معاك، مضطرة تفضل عشان ولادها، مضطرة تفضل عشان ما تشيلش لقب مطلقة؟ وحتى لو قررت انها تشيله، شايفة كل الحالات او شايفة الغلان اللي حواليها، وشايفة ان نارك اللي هي عايشة فيها جنة مقابل اللي هتشوفه بعد كده والمرمطة اللي هتشوفها. مستوي حالك النهاردة، قادر تضربها وقادر تهينها وقادر تكسرها. طب وربنا اللي شايفك وربنا اللي سامحها وهي بتعيط بحرقة لأنها مش قادرة تعمل حاجة، مش قادرة ترد عليك، مش قادرة تضربك، مش قادرة تاخد حقها منك. يمكن بتحبك، يمكن شايفة فيك السند والأمان عشان الناس اللي بره ما هيش قادرة ان هي تتعامل معاهم، مكسورة ومضطرة انها تفضل عايشة معاك. انت راضي بده؟ انت راضي ان انت راجل مفتري على بيتك وعلى ولادك اللي بيشوفوا كسرة أمهم وكسرة ظهرها؟ راضي بكرههم ليك؟ قادر تستحمل انها تكون بتكرهك وان ولادك كمان طالعين بيكرهوك؟ زائد ان انت لو عندك بنات او صبيان، بس بالاخص بنات، فانت بتخلي بنتك بيئة خصبة، لان جوزها بعد كده يا اما هي هتكون داخلة شرسة بالنسبة لعلاقة زوجية بعدين، يا اما هي هتكون داخلة مكسورة وهتستحمل كل اللي جوزها هيعمله فيها. طيب انت ليه راضي بده على نفسك؟ ليه مستحمل ده؟ ليه عايز تفضل في الصورة الوحشة دي؟ أكيد محدش مننا بيتمنى أنه يفضل في الصورة الوحشة دي. راجع حساباتك وراجع أنت قادر على عقاب ربنا؟ قادر على أن يسيبك مرض يذلك ويهينك ويقهرك ويبقى مفيش حد بيشيلك ولا بيحطك غير الست اللي أنت بتهينها وبتضربها وبتمرمطها دلوقتي دي؟ راضي تشوف نظرة شماتة بعدين في أن شوف ربنا جاب لي حقي منك إزاي؟ هتقدر تستحمل ده؟ ما أعتقدش. صدقني أي حاجة أنت هتعملها أعدالك ومستنياك. الحق نفسك، خاطر لله وليك لبعدين وعشان ولادك. تقي ربنا في الست اللي بين إيديك واللي أخدتها بكلمة من الله، واللي تقدر تعمل معاك حاجات كتير قوي، بس منع نفسها ربما حبا فيك، ربما لسه عشان العشرة، ربما عشان العيال، ربما عشان هي تربيتها كويسة. راجع حساباتك، يمكن تكون غلطان. حاول تتحكم في غلطك، حاول تكون من القازمين الغيظ، حاول تتعامل معها على إنها طفلة، على إنها بنتك قبل ما تكون زوجتك. حاول تتقي ربنا فيها وفي نفسك أنت بعدين، قدم لنفسك فيها اللي هتلاقيه بعدين. الحق نفسك.